نحن آبائنا يسمون الغمر. الغمر معنى كلمة غمر لما انغمر الفرات وانطمرت أراضي العرب. طبعا أنا أشك إنها مفتعلة الغمر هذا. ليش؟ لأنه كان المقصد منها إنه بعد ما تنغمر الأراضي ياخذوا أراضي الأكراد ويعطونها للعرب، تمام، عشان ما يضلوا على الحدود. الحزام الحدودي، حزام العربي، حزام العربي الحدودي، تمام. فيعني نحن الشمس ما تتغطى بغربال يا جماعة. من أول في إقليم، حتى مو دولة، إقليم كامل اسمه كردستان. نضحك على مين؟ نضحك على مين؟ يعني اللي عنده ذمة وضمير يشهد شهادة لله وللتاريخ إنه إقليم كردستان تقاسموه 4 دول، تمام؟ دولة ايه 4 دول. يعني قاموا الكرد بالمئات القرى. عم تقولي كم قرية تقريبا؟ تقريبا شيء 4-5 قرى. مئات الالاف. من قديش بيطلع عددهم اللي نقلوهم من الكرد وجابوا عوضهم مكون عربي يحطوهم؟ ما فيني احكي لك الرقم لانه ماني متاكده منه، بس انا سمعت من الوالد ومن اجدادنا كمان. انا كنت معاصره هالكلام، اوكي. وحتى كنا سياسة عبد الناصر وسياسة البعثية. نعم. كنا نروح على القامشلي وعلى ظهر العرب، تمام. هنيك الأراضي انشالت، ومن أغنى الأراضي ومن أحسن الأراضي انأخذت، وفي ناس كانوا مليونيرية أكراد، مثل بيت نظام الدين عندهم أراضي كبيرة شاسعة. نعم بالضبط. يعني اللي شيء صار ما بدنا نسوي نحن مثل على عهد. يعني أرسيل لوبين حكى كلمة إنه أول ما يحن له العبد بعد التحرر هو الصوت، تمام. ما بدنا نرجع للعبودية، خلينا أحرار. سمعانين يا شبابنا يا جماعة؟ انتم مالكم شيء بسوريا، وانتم لاجئين مع أجلان، وانتم امبارح اجيتوا عم تقلكم مليونيرية واصحاب أراضي. مئات وعشرات القرى تم تهجيرها من الإخوة الكرد، وصادروا أراضيهم وعطوها للإخوة العرب اللي غمر لهم النظام أراضيهم وبحيرة الطبقة وإلى آخره وإلى آخره. نعم. وأنا أشك إنه كانت غمر الفرات لما صار الفرات. أنا أشك إنها مفتعلة فعل سياسي في وقتها، تمام. لأنه ما كان في حل إنه يتخلصوا من الأكراد اللي على الحدود إلا بهالفعل هذا. شو كانت معلوماتك كمثقفة أنت عن إقليم كردستان بالأراضي السورية اللي عم يقولوا هلا ما في شيء اسمه كردستان بسوريا وما لكم شيء بسوريا؟ تركيا بتقول ما لكم شيء بتركيا، وسوريا بتقول ما لكم شيء بسوريا، والعراق ما لكم شيء بالعراق، وإيران ما لكم شيء بإيران، وأكلوا حق 80 مليون بني آدم وضيعون عبر التاريخ، وعاملين حالهم بيخافوا والله وبدهم ينتصروا بدهم حرية. نعم. شلون الله بده ينصركم؟ شو بتعرفي عن هذا الإقليم بسوريا؟ أنت كعربية خبري، شو تعرف معنا من أهلك؟ أنا كعربية أعرف من خلال والدي إنه كان في إقليم كامل اسمه إقليم كردستان تقاسموه 4 دول لحتى يشوهوا الهوية الكردية، تمام؟ الفكرة وين؟ الفكرة إنه في أعداء للأكراد، لكن مين اللي هم إيران ولا اللي هم الأتراك اللي يكرهوا الأكراد ما بنعرف شو القصة. لكن الموضوع هذا قديم ونحن ما فينا نغطي الشمس بغربال، لأنه جماعة لهم حق، وحتى سلبناهم أقل حقوقهم اللي هي إنه يمارسوا لغتهم وإنه ياخذوا أي هوية. والله أنا كنت بالجامعة بحلب، كانوا معي 5 كرديات من الحسكة، تمام، لاحشينهم بآخر طابق. تعرف أنت اللي عنده واسطة ياخذ أول طابق، واللي ما عنده واسطة يلحش هذا إذا طلع له، أوكي. أنا كنت معاهم ب5 طابق، 5 كرديات وأنا عربية بيناتهم. يعني تصور لما أحكي أي كلمة ما فيهم يحكوا لي الحيطان إلها أذان. نحن السوريين بشكل عام نحكي الحيطان إلها أذان، بس مو مثل الأكراد. يعني كانوا يرجفوا خوف بيناتهم، ما فيهم يحكوا، لا عندهم هوية ولا عندهم أي اعتراف ولا عندهم أي يعني ما عندهم أي ميزات إنه كمفاضلة عادية. دائما العربي وغيره مفضل على الكردي بالمفاضلة اللي هي مفاضلة الجامعة. يعني كان في ظلم. فخلونا يا جماعة نحط إيدنا بإيد بعض، والناس اللي كانوا مستضعفين على دور حافظ أسد، تمام، ولا على دور اللي بعده، خلونا نحط إيدنا بإيد بعض. والله كنا عايشين بكل سلام وبكل محبة. والله كان زيت الكردي ما ناخده إلا من شخص كردي، تمام.
يعني لسه طعمته انا من فتره عرضت خريطه اذا بتتذكري حضرتك، شو اختصاصك بالحياه؟ شو بتشتغلي بالحياه؟ أنا دارسة طب طبيعي من لما كنت بسوريا، كنت فاتحة عيادة تقريبا، ضليت شي 7 سنوات، وبعدين اجوا اللي ما يسموش طبيبه دكتوره يعني، جماعه باقيه وتتمدد. اجوا سكروها. طبعا تسكر من لما صار المظاهرات بسوريا ب 2011 بالرقة، نحن آخر شيء صارت عندنا. تمام، سكروا لي اياها النظام ورجعوا. عم يكتبوا لك عالم قال انت شاهد زور، هذا شو بدنا نربيهم بقى؟ لا 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 لا، شهادة لله، وأنا أشهد أمام الله شاهد زور. أنا إلي يعني ربي حاسبني يوم القيامة. تمام. ستنا انا من فتره عرضت خريطه للسوريين مشان يتنوروا، يشوفوا انه سوريا من منطقه شمال بغداد الى الموصل الى دير الزور الى ما تسمى بالرقه والطبقه، ومنطقه كلها كان اسمها بالخريطه العثمانيه 1800 وتقريبا 90 اسمها كردستان. يا وموجوده حتى كانت بالمناهج التعليميه قبل حكومه البعث بخمسينات القرن العشرين بسوريا. اجى البعث محى هذا التاريخ وزور هذا التاريخ وطالع لنا هي الاجيال، هدول بكره لما بدهم يوقفوا بيدين رب العالمين بينقبل منه انه والله النظام حكى لنا، ما عليكم مين عم لكم، هي الحقيقه كذب تزوير من النظام، وانتم مشيتوا على روايه النظام كمان. بالضبط. ونحن أهل الجزيرة بالذات نعرف هالمعلومة، لأنه باقي المدن بعيدة شوي عن المناطق هاي. يعني ممكن أهل عفرين يعرفوا هالمنطقة، كوباني اللي هي عين العرب حاليا. أوكي يعني طيب ليش غير حتى أسماء القرى؟ نعم. تمام، سماها قحطانية. وإيش جاب قحطان؟ إيش جاب قحطان؟ نعم.